يا مساء الفل عليكم من راديو الحياة اف ام وبرنامجنا من جوه لبره. النهارده هنتكلم عن الكلمة اللي غالبا مش كتير مننا بيعرف يقولها، وحتى لما بيقولها بيحصل معاه حاجة كده من اتنين: اما ان هو بيقع في فخ انه يشعر بالذنب فبيبتدي يتراجع عنها، او انه بعد كده مش بيعرف يتعامل معاها، او بيخسر الناس اللي حواليه بسبب ان هو مش بيعرف يقولها. الكلمة دي هي لأ. فهل احنا فعلا بنعرف نقول لأ لحدودنا الشخصية؟ هل احنا بنعرف نتعامل مع الناس ونفهمهم ايه هي حدودنا الشخصية؟ ايه الطريقة اللي ينفع ان هم يعاملونا بيها، وايه الطريقة اللي احنا بنرفضها؟ النهاردة هنتكلم عن ايه معنى الحدود، ايه انواعها، ازاي نقدر نحطها للاشخاص اللي قدامنا، وكمان ليه بنخاف نحطها، وازاي نقدر نحافظ عليها. استنونا بعد الفاصل هنقول كل ده مع بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نعرف ازاي نعمل حدود شخصية لنفسنا. طب ايه هو اصلا مفهوم الحدود؟ الحدود هو اني اقدر اعرف الشخص اللي قدامي انا ايه اللي يناسبني وايه اللي ما يناسبنيش، ايه اللي اقدر اعمله وايه اللي ما اقدرش اعمله. من الاخر كده هي المسافة اللي من خلالها بحس ان انا مرتاحة في التعامل مع الشخص ده. طيب هو كون ان انا اقول لا هو ده معنى كلمة حدود؟ لا طبعا، احنا عندنا 7 أنواع من الحدود لازم أعرفهم وأعرفهم للشخص اللي قدامي. طبعا كل واحد فينا ليه شخصيته اللي متميز بيها واللي من خلالها بيحط الحدود المناسبة ليه، بس دول ال7 حدود الرئيسية والركيزة اللي احنا بنمشي عليها. أول حاجة الحدود الجسدية، تاني حاجة الحدود النفسية والعاطفية، تالت حاجة الحدود الزمنية، رابع حاجة حدود أفكاري وآرائي، خامس حاجة حدود التواصل معايا، سابع حاجة وهي حدودي المادية. طيب تعالوا كده بقى ناخدهم واحدة واحدة علشان نعرف ايه الفرق ما بين كل واحدة فيهم. حدودي الجسدية هو اني امتى اسمح للشخص يكون في تقارب ما بيني وما بينه. هل أنا شخص أصلا بحب التلامس في التعامل؟ يعني مثلا لو أنا حد ما بيحبش التلامس وجت واحدة صاحبتي هزرت معايا بإيديها، هل ده مسموح بالنسبة لي ولا مش مسموح؟ فلو أنا مش بحب التلامس أكيد هيبقى مش مسموح. ففي الحالة دي مش بقول لها انت كده غلط أو بعنفها، بقول لها خلي بالك، أنا متفهمة جدا إن ده أسلوبك، ولكن أنا الأسلوب ده مش بفضله في التعامل معاه. هنا أنا حطيت حدود جسدية للشخص اللي قدامي. طب تاني حاجة الحدود النفسية والعاطفية، هي مساحتي الخاصة جدا اللي مش أي حد ينفع يدخلها، المساحة اللي فيها أنا بفضفض مع الشخص ده بمشاعري سواء كانت حزن أو فرح أو غضب أو استياء، أي نوع من أنواع المشاعر. الشخص ده بيبقى في المنطقة دي، من حقي إن أنا أختار الشخص الكويس أو اللي أنا شايفاه من وجهة نظري هيقدر يحافظ على المساحة دي. تالت حاجة وهي حدودي الزمنية، وقتي ده ملكي، من حقي أقول هقابل مين في الوقت ده، ومن حقي إن أنا أرفض.
زي مثلا ما واحدة صاحبتي تتصل بيا، تعالي معايا نروح في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، من حقي جدا ان انا اقول لها لا، الوقت ده مش متاح بالنسبة لي، انا مش قادرة اخرج فيه، حتى لو مفيش ورايا حاجة، بس من حقي ان انا ارفض. رابع حاجة وهي حدود افكاري وارائي، من حقي ان انا اعبر عن رأيي، ومن حقي ان انا يكون الاشخاص اللي حواليا بيحترموا الرأي ده، بيحترموا الفكر ده، بيحترموا رأيي وبيحترموا افكاري وبيحترموا معتقداتي وبيحترموا كل كلمة انا بقولها. خامس حاجة وهي حدود التواصل معايا، أنا مش متاحة في كل وقت، مش كل وقت حد هيرفع سماعة التليفون قالوا أنا محتاجة فضفض معاكي، ولا إني ألاقي حد بيتصل بيا الساعة 2 و3 بالليل، أصلا أنا كنت محتاج إن أنا دردش معاكي شوية. لا، من حقي إن أنا أقرر إن أنا في توقيت معين مش هقبل اتصالات من حد ولا تواصل مع حد. زي مثلا إن أنا أحط رولز لنفسي ان انا من بعد الساعه 12 محدش هيكلمني في التليفون، هعمل تليفوني سايلنت بقى، هقفله، هحطه في الدولاب، هحطه في التلاجة، انا حرة. ده الوقت بتاعي، ومن حقي ان انا احافظ عليه، ومن حقي ان انا احافظ على مين يتواصل معايا فيه ومين لا. سادس حاجة وهي حدودي المادية. حدودي المادية دي انا مش مستباحة للناس، مش كل اللي معايا لازم اللي حواليا ياخدوه، لازم ابقى عارفة هدي لمين وهاخد من مين، مين اللي اقدر اتعامل معاه في ماديات ومين لا، انا هسلف فلوس لمين، وكمان هستلف فلوس من مين، مادياتي مش متاحة. ده اللي انا بعمله بالظبط لو حد عايز يستلف مني فلوس مثلا، والفلوس دي على قد حاجة ضرورية انا محتاجة ان انا اجيبها، مش معنى كده ان انا اديها له وانا ما اجيبش حاجتي، الا اذا كانت الحاجة دي ينفع انها تتأجل وانا مطمئنة، يعني عن طيب خاطر قررت ان انا اجلها شوية ما فيهاش مشكلة. انما ما يبقاش الاسلوب بتاعي دايما ان انا اي حد يطلب مني حاجة اقول له اتفضل اهي وبديه عن نفسي. سابع حاجة حدود طاقتي، مين بيتعامل مع طاقتي بشكل سليم ومين بيستنفذني، مين بيستنفذ كل طاقتي وبيخليني قاعدة مش قادرة أتعامل مع الحياة كلها، عبال ما بروح بيتي ببقى خلاص، يعني زي ما بيقولوا كده، بيقولوها هي روحي في مناخيري، مش قادرة أتعامل مع حد تاني، ومين بيحسسني إن أنا في بيئة هادية ومطمئنة. السبعة دول باختلافهم هم أساس الحدود الشخصية الصحية، لازم أعرف أتعامل معاهم كلهم، لازم أعرف اللي قدامي أنا حدودي 1 2 3 4، ولازم كمان أكون في بيئة تدعم الحدود دي. طيب من هنا بقى جه السؤال، هو أنا بمجرد ما قلت لأ حطيت الحدود دي، حطيت السبعة دول؟ لأ طبعا، بيجي عليا وقت علشان الناس مش مدركة أو مش متفهمة فكرة الحدود، فبتلاقيني بخاف. طب ليه احنا بنخاف؟ أول حاجة لأن ممكن ده يكون روتيني أصلا في الحياة، أنا من طبيعتي أصلا بتنازل، فمن هنا هبتدي أخاف. أو إن أنا اتربيت على إن الرفض ده حاجة عيب وقلة ذوق، فهفضل طول عمري برفض لمجرد إن أنا فاكرة إن الذوق إن أنا مقولش لأ لحد. تالت حاجة إن أنا أكون بتحرج، أصلا أكون شخص خجول، هتحرج من صاحبتي اقول لها لا مش هقدر اروح معاكي، هتحرج من اختي ان انا اقول لها لا انا مش هديكي الدريس ده تلبسيه النهارده، هتحرج من ماما لو عايزاني اروح لها في مكان معين وانا مش عايزه اروحه. فهنا لازم اتخلص من جزئيه الاحراج دي، اعرف انا اقدر اعمل ايه امتى. من الحاجات المهمه بقى ان انا اكون اصلا بخاف من المواجهه، بخاف اقول لا. ليه؟ ممكن اكون بخاف ان انا افقد الشخص ده، بخاف ان هو يزعل مني، هو شخص عزيز جدا عليا لدرجة ان هو يزعل، ولكن في الحتة دي انا بخسر نفسي قبل ما بخسر الشخص، انا بخسر قيمتي، تقديري لذاتي، لان هو بعد كده اللي انت هتعمله على سبيل الواجب وهتكرره غيرك هياخده على سبيل الفرض. لو انت فضلت تعمله على طول على سبيل الواجب وان انت تحافظ على العلاقة اللي ما بينك وما بينه، هيبقى امر واقع عليك وهتلاقيه بعد كده بقى فرض عليك ان انت تعمله، واول ما تبتدي تغيره هتلاقي الشخص ده عشان هو بيستغلك بس هتلاقيه ابتدى يثور عليك ويقولك لا انت ما كنتش بتعمل معايا كده، انت اللي اتغيرت،
هو انت اصلا في الاساس اتنازلت عن حد من حدودك والشخص ده قدر يستغله. طيب لو انت بقى لقيت فيك كام حاجة من الحاجات دي، لو انا او انت او انتي لقينا فينا كام حاجة من الحاجات دي، اعرف ان انت لازم تحط حدود واضحة. لازم تعرف انت محتاج تعمل ايه. طيب مبدئيا كده قبل ما تحط حدود واضحة، لازم تعرف ان مش عيب ان انت تقول لا. هو بس انت محتاج تعرف تقولها ازاي، او تتعلم تقولها ازاي. اول حاجة اتعرف على حدودك بشكل صح. يعني مش هوبا كده انا صاحيه من النوم انا هحط حدود للناس كلها وانت اصلا انت ما تعرفش انت بتحب ايه وبتكره ايه. لا، حط حدودك بشكل واضح. تاني حاجة، استخدم طريقة واضحة وهادية وانت بتتعامل مع الناس. حاول ان انت تبعد عن ان انت تحط حدود في وقت انفعالي. استنى لما تكون هادي، قادر ان انت تتكلم مع الشخص اللي قدامك وقول له انا محتاج احط حدود في 1 2 3. تالت حاجة، اتكلم عن نفسك، ما تتكلمش عن الشخص. يعني لو انت متضايق من حاجة ما تروحش تقول للشخص اللي قدامك انت ضغطتني في كذا. قول له انا حسيت ان انا مضغوط في الموقف ده، فايه رأيك بعد كده نعمل كذا وكذا وكذا علشان ما احسش الاحساس ده. انا محتاج ان احنا نكون في بيئة اهدى من كده. هتلاقي الشخص هنا بيتعامل معاك باسلوب اهدى. انما لما تروح تقول له انت ضغطتني، انت هنا حطيته في وضع دفاع عن النفس، فهيتحول بعد كده لوضع هجوم وهتبقوا داخلين في صدام. يبقى انت حولتها من قعدة تفاهم لقعدة صدامية. تالت حاجة، قدم بديل. قدم بديل انت مقتنع بيه. يعني مثلا قول له انا في كذا انا ما بحبوش، طب ايه رأيك نعمل 1 2 3. وحط له اختيارات. الانسان لما يتحط له عدد من الاختيارات ما بيحسش ان هو مزنوق في كورنر واحد، فهيحاول يراضيك وهو نفسه كمان يتراضى. خامس حاجة، التزم بالحدود اللي انت حطيتها. اكتر حاجة ممكن تخلي حدودك مهزوزة ان انت ما تلتزمش بالحاجات اللي انت قلتها. زي بالظبط كده فكرة الام اللي تحط مثلا لابنها احنا هنشتري حاجات بمبلغ كذا، ويجي يروح المول فهو يبقى عايز يشتري حاجات اكتر، فهي تقول له لا احنا اتفقنا على كذا، فيتبهدل بقى في الارض وبقى ويقعد يتشنك ويبهدل الدنيا عياط. لو هي هنا في اللحظة دي خوفا من رد الفعل بتاعه جت وجابت له الحاجات، خلاص كده الحدود اللي هي حطتها اتهزت. هو كده عرف ان هو ازاي يقدر يضغط عليها، فبالتالي كل مرة هيستخدم نفس الاسلوب، ولو عندت معاه هيعلى بالاسلوب بتاعه. فهنبتدي هنا هو يعلى وهي تتنازل، وهو يعلى وهي تتنازل لحد ما بتتنازل خالص عن الحد اللي هي حطته. فهنا الحد اللي انت تحطه اثبت عليه. طيب اخر حاجة بقى، اتقبل رد الفعل. من اهم الحاجات اللي وانت بتحط خطة علشان تحط حدود لنفسك انك تقبل ردود افعال الناس. مش كل الناس هتتقبل الحدود اللي انت حطيتها. هتلاقي فيه اللي يحترمها لانه هو اصلا بيحبك وبيحترم قراراتك وارائك، وهتلاقي فيه حد تاني مش هيحبها وهينفعل عليك. هنا حاول تحافظ على هدوءك لانه من الاخر ده كان شخص بيستغلك. اخر حاجة بقى، الحدود مش بتبعد الناس عن بعضها. الحدود بتخلي الشخص اللي يحبك يقرب بأمان وبهدوء، وبتخلي الشخص اللي بيستغلك يتكشف ويكشف نفسه ويكشف الحاجات اللي كان بيستغلك فيها. هنرجع لكم بعد الفاصل علشان نقول خلاصة ازاي اقدر احط حدود شخصية لنفسي.
خلاصة حلقتنا، من حقك تحط حدود، ولكن اللي مش من حقك ان انت تتعامل مع الناس بالحدود دي بشكل انفعالي. يعني وانت بتقول لا، اعرف ان الشخص اللي قدامك اما ان هو مش عارف فعلا ان دي حدودك، او ان هو بيتجاهل ان انت اصلا ليك حدود. هنا بقى طريقتك وانت بتعرضها هتعرف مين اللي مش قاصد ومين اللي كان قاصد اصلا يتخطاها. تاني حاجة، الشخص اللي هيزعل منك هو اصلا كان قاصد يتخطى حدودك، فده تتعامل معاه ازاي؟ بالتقبل والهدوء. تقبل ان هو ده انسان كان داخل يستغلك، اهلا وسهلا بيك، انت كده عرفت الدنيا فيها ايه، فانا غيرت قواعد اللعبة، فهتقبل القواعد دي اهلا وسهلا، مش هتقبل القواعد دي يلا مع السلامة، مش مشكلة. تالت حاجة، اعرف حدودك صح، بلاش تخليك ماشي في منطقة عشوائية، العشوائي بيوصل لمكان عشوائي. فاعرف الحدود بتاعتك صح، وده عمرك ما هتعرفه غير لما تكون اصلا صادق مع نفسك. اقعد مع نفسك كده ورقة وقلم وقول انا بحب كذا كذا كذا، وبكره كذا، واقدر اتحمل كذا، وما اقدرش اتحمل كذا، وفي منطقة كده في النص ممكن مرة اعديها وممكن مرة تانية لا مش هعديها. في حاجة اقبلها المرة دي وهعديها عشان خاطر مثلا موقف كان كويس، علاقة كانت كويسة، في ما بيننا جمايل كتير، الشخص ده ليه فضل عليا في كذا وكذا، ولكن وانا بفهمه ان خلي بالك انا عملت ده علشان خاطر كذا، فبلاش نتمادى بالتنازلات، انت بس بتنبهه ولكن بشكل لطيف. تالت حاجة بقى واخر حاجة، اقبل ان بعض الناس هتزعل منك كتير جدا، هيزعلوا منك عادي جدا، اشرح لهم وجهة نظرك مرة واتنين وتلاتة بلطف، ولو لقيت الموضوع لسه مستمر خلاص، انت عرفت كده مين البيئة اللي انت تقدر تكمل فيها ومين البيئة اللي انت لازم قولا واحدا تسيبها، لانها مش هتنفعك بحاجة وهتفضل دايما متخطية حدودك ودايما ضغط عليك. الحدود مش بتأذي حد، الحدود بتأذي صاحبها لما ما بيعرفش يستخدمها. بس كده، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، حلقة جديدة وموضوع جديد. اتمنى ان انتوا تكتبوا لنا ايه الموضوع اللي انتوا حابين ان احنا نتكلم فيه المرة الجاية.